ليكيب السلام عليكم، جيتكم اليوم بكراكيط الرز اللي ناجحين من أول تجربة يجيو مقرمشين ويجيو مفرمجين من الداخل كما راكم تشوفوا. لهنا نروحوا بسم الله على بركة الله في ريسيبيون. نكونوا غلينا الرز تاعنا، نزيدوا له هنايا فين حبة بطاطا كبيرة مغلية ونخلطوه مليح 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 مليح، ونزيدوا له هنايا صفار بيضاء وشوية ملح وشوية فلفل أكحل وشوية بابريكا كما راكم تشوفوا. ونجيبو هنايا ثوم وبصلة كيما راكم تشوفوا ونخلطو بيها حتى يولي عندنا خليط متجانس. نزيدو هنايا فرماج ونواصلو عملية الخلط، ونزيدو هنا لا شابلور فوالا. وهنا نجيو نشكلو الكروكات تاعنا، نديرو كمية من الكروكيت ونحشيوهم بالفرماج كيما راكم تشوفوا، ونديرهم على شكل دائري كيما راكم تشوفوا. من بعد هنا نجيبو البيض ونعمدوهم في لاشابلير ونخليهم هكذا، ونديوهم للمقلاة نقليوهم على زيت تكون سخونة فوالا، ونحمروهم كما راكم تشوفوا ونقدموهم في صحن التقديم. وهذه هي ان شاء الله تجربوهم تشاركوني تطبيقاتكم، والى الملتقى ان شاء الله في وصفات اخرى.